جيدة. وللتو سيداتي وسادتي أعلن الحكم الدولي محمد عبد الله عن بداية الدقيقة الأولى من هذه المباراة بين الاتحاد والوحدة في الأسبوع التاسع من مرحلة الإياب. الكرة إلى الأمام باتجاه عمر، ولكن مقطوعة من دفاع الوحدة إلى الأمام إلى الهنداوي إلى الأمام إلى زكي بيلعب كرة بالعرض ومقطوعة من دفاع الوحدة إلى ضربة ركنية، وأول ضربة ركنية في المباراة. الكرة مؤيد الخولي. طبعا هذا اللاعب لم يظهر بالمستوى الطبيعي منذ أن أتى إلى فريق الاتحاد حتى الآن، وهناك خطأ هذا اللاعب حتى الآن باعتقادي لم يفد فريق الاتحاد بأي. مقطوعة من دفاع الاتحاد على دفعات السواس بتفوت منه، تعود إلى محمد حلاق. محمد إلى هذه الكرة لفريق الوحدة داخل منطقة الجزاء. يا سلام، كرة ولا أحلى، كرة مرفوعة من علي رمال وداخل معه الحمدكو خالد بيلعب الكرة إلى الأمام على حدود جزاء الاتحاد عند الأسعد، بده يدخل داخل منطقة الجزاء وتسديدة ولكن إلى ضربة ركنية. كرة خطيرة لفريق الوحدة من أحمد الأسعد رقم 23، يدخل إلى داخل منطقة الجزاء يواجه المرمى يسدد، ولكن يتدخل أحمد كلاسي ويبعد الكرة إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية لفريق الوحدة. تلعب طبعا يعني دائما بنقول السرعة في لعب الكرة. تلعب الضربة الركنية داخل منطقة الجزاء وبراسه السهل في أحضان إبراهيم العالمي. هذه الكرة لفريق الوحدة داخل منطقة الجزاء. يا الله يا مبيض، خالد مبيض، وكرة على طبق من ذهب داخل منطقة جزاء فريق الاتحاد، ولكن يطيح بالكرة في العلالي. ضربة مرمى لفريق أحمد إلى الغباش السواس بيلعب كرة بالعرض وأيضا خاطرة ومبعدة من دفاع الوحدة على دفعات آخرهم شعيب. كرة خطيرة لفريق الاتحاد. تقطع الكرة، تعود من جديد إلى الأسعد. أسعد الوحدة، أسعد إلى الأمام باتجاه الحمدكو. حمدكو يا حمدكو لو طول يعني. طبعا أكيد عنده مسؤوليات. حلب دائما بحاجة إلى وتيرة سريعة أيضا لرصد أي شاردة وواردة. ضربة حرة مباشرة. شوف صرنا دقيقتين عم نستنى إلى حدود جزاء الوحدة. مقطوعة الكرة من دفاع الوحدة، تعود إلى الهنداوي ومنه إلى حسام، ومن حسام إلى المهتدي مرروا يعني يصلوا المهاجم أكثر، يعني أقل شيء 10 كرات في المباراة أو في الشوط زي ما نقول في المباراة. تلعب الضربة الركنية لداخل منطقة الجزاء ومبعدة من العالمي وجول. هدف محمد الأحمد يزرع القبلة الأولى على خد إبراهيم عالمي. الهدف الأول حنشوف مين. محمد، معليش يعني محمد الأحمد، معليش يعني لقبه. هدف الاتحاد محمد الأحمد. نلفل هذا أبرز المدافعين المهاجمين، عنده إمكانيات فنية عالية، لو تصل الكرات يقتنص أهداف. هو طبعا يجد الكرة على طبق من ذهب أمام المرمى، ولكن سجل بشكل صح، وهدف مقابل لا شيء لفريق الاتحاد وفرحة جمهور الاتحاد على المدرجات. إذن هدف السبق
وانتهى الوقت الأصلي للشوط الأول. الاتحاد يتقدم بهدف مقابل لا شيء. هدف مقابل لا شيء. الحمدكو ناحية الشمال وأمام الخولي. حمدكو وفرصة أيضا لفريق الوحدة. فرصة أيضا لفريق الوحدة مبعدة من دفاع الاتحاد من الكلاسي لرمية تماس. عمري بلبكو للعمري. المهتدي تعود من جديد لفريق الوحدة وهجمة مرتدة، وهذه الكرة بينية والكرة ناحية اليمين. كرة عند أيمن عقيل وجول. التعادل بهدف لهدف. هنشوف مين سجل الهدف. كرة جميلة من أيمن عقيل. كرة جميلة من أيمن عقيل إلى داخل منطقة جزاء الاتحاد. الكرة بلعبها بالعرض. حنشوفها بالإعادة زميلنا أمجد. نشوف الكرة بالإعادة ممكن تتوضح أكثر. الكرة بالإعادة. القرار عند الحكم طبعا التعادل بهدف لهدف الآن بين الاتحاد والوحدة. هدف لهدف. هدف لهدف. خالد مبيض يطبع ايضا قبلة على خد مهند الخياري من كرة جميلة وتمرير اجمل. لن ادخل بتفاصيل الكرة وشو وضعها، لكن الهدف ايضا